لو كان نقول لكم باللي هذه انجح جينواز رايحين نجربوها بلا ميزان ما تتشقق ما تتكسر، انا كنت حضرت بها هذا الكيكرولي جا بزاف منين. تابعوا معي المقادير وطريقه التحضير. اول مرحله عندي 5 حبات نتاع البيض فصلت الصفار عن البياض. راح نجيب البيض نتاعي نخفقه مليح عفوا، وراح نضيف له 3 ملاعق كبيره نتاع سكر عادي بثلاث دفعات متتاليه حتى نتحصل على هذا لامورانك. اونسويت في زبديه راح نضيف نجيب صفار البيض تاعي مما يعادل 5 نتاع صفار نتاع البيض، نضيف له 3 مغارف كبار نتاع السكر العادي يعني بنفس مقادير السكر نتاع المرحله الاولى. نخفق مليح بالباتور حتى نتحصل على هذا القوام. راح نضيف له 3 مغارف كبار نتاع الزيت. دور الزيت هنا في لاجينواز راح يعطي لها الخفه والطراوه. فوالا كما راكم تشوفوا راح ندي منه ملعقه كبيره نتاع بياض البيض، راح نخفف به الخليط نتاع الصفار، ثم راح نواصل العمليه يعني راح ندير العكس كما راكم تشوفوا ونخلط يعني من الفوق للتحت. يعني ضروري هذه المرحله يعني تخلطوا من الفوق لتحت يعني غير بشوي ما تخرجوش الفوي تاعكم. من بعد راح نضيف عليه 4 مغارف كبار ونص نتاع الفرينه. فوالا كما راكم تشوفوا انا راح نجيب الصينيه نتاعي اللي فيها 40 على 30 سنتيمتر. راح نفرغ محتوى الخليط نتاعي في الصينيه وراح ندخله للفرن على درجه حراره 150 درجه لمده 10 دقائق. يعني راح تحسبوا لها 10 دقائق بالحساب، تطفوا عليها وتخرجوها. فوالا كما راكم تشوفوا هذه لاجينواز ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. لو كان نقول لكم باللي هذه انجح كريم موسلين رايحين تحضروها، رايحين تحشوا بها لي تارتولات لي فريزي وميم الكيكات تاعكم. انا كنت حضرت بها هذا الكيك رولي جا بزاف منين. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. اذا اول مرحله في كاسرونه عندي نص لتر نتاع الحليب، راح نضيف لها 4 مغارف كبار تاع السكر عادي، ربع ملعقه صغيره نتاع القهوه، راح نضيف لها حبه تاع البيض، 3 مغارف كبار تاع المايزينا مع ملعقه صغيره نتاع الفرينه. نخلط بارد في بارد ونخليها فوق النار تغلي لمده 10 دقائق حتى تحصل على هذا القوام. هنا ضروري لازم تنشفوها من الماء تاعكم ومن بعد رايحين تريزرفوها في طبسي، تغطوها اون كونتاكت وتخلوها تبرد لمده 2 سوايع. فوالا كما راكم تشوفوا بعد ما بردت الكريمه نتاعي راح نخفقها بالباتور حتى نتحصل على هذا القوام، وراح نضيف لها 180 غرام نتاع زبده اللي تكون طريه. نواصل عمليه الخلط بالباتور حتى نتحصل على كريمه تكون مخفوقه مليح، وهذه هي لا كريم موسلين تاعي. لو كان نقول لكم باللي في نصف ساعه فقط رايحين تحضروا هذا الكيك رولي بزاف منين. قد ما نقول لكم بنين منو فيش الحق نتاعو. اذا انتبهوا معايا الطريقه كيفاش راح تكون. اذا اول مرحله عندي الجينواز تاعي اللي كنت خدمتها معكم في الفيديو السابق، تدخلوا للصفحه نتاعي المقاطع الريل راح تلقاو الجينواز. اونسويت راح نجيب لاباطا تختيني تاعي نريزرفيها فيها بوشادوي، وراح ندير طبقه مليحه من لاباطا تختيني كيما راكم تشوفوا. حاولوا انكم ديروا طبقه مليحه من الشوكولا الايطالي باش تحصلوا على ذوق بزاف ممتاز. فوالا كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. اونسويت انا عندي هاد لا كريم موسلين اللي كنت حضرتها معكم من في الفيديو السابق، تدخلوا لاباج راح تلقاو لا كريم موسلين. كما راكم تشوفوا راح نريزرفي لا كريم موسلين تاعي في لابوشادوي وراح نشكلها بهذه الطريقه. فوالا كما راكم تشوفوا راح نحاول انني نليسيها مليح بلا سباتول تاعي، ومن بعد راح نرولي البسكوين تاعي بكل سهوله. كما راكم تشوفوا هذه الوصفه لو كان تجربوها اكيد راح تنجحوا فيها. فوالا كما راكم تشوفوا راح نخليه يبرد في الكونجيلاتور لمده نصف ساعه. والكريمه المتبقيه من كريم موسلين نضيف لها ملعقتين كبيرتين من الكاكاو ونريزرفي لا كريم تاعي فيهم بوشادوي وراح نزينها بهذه الطريقه. راح نليسيها مليح بلا سباتول كما راكم تشوفوا، وبظهر الفرشيطه نتاعي راح نعطيها الشكل نتاع الشجره ونزينها بالطريقه اللي تحبوها نتوما. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ونالت اعجابكم، وراح نقول لكم سنه سعيده ونتمنى لكم السعاده في حياتكم. على بروشين في وصفه جديده.